هنوريكم كده مع بعض بقى طريقة العيش البلدي من خالة ام محمد. ده فيديو جزء تاني، وريناكم طريقة الفطير المشلتت، ودلوقتي هنوريكم طريقة العيش البيتي طريقة منتظمة، يعني واحدة واحدة. هنجيب كل الخطوات مع بعض اللي حابب يعرف العيش بتاعنا. هي دلوقتي بتنخل الدقيق، لازم طبعا ننخل الدقيق. الدقيق ده خالة ام محمد دقيق زيرو ولا دقيق بس لازم يتنفخ. بصوا كده، هو العيش من الشوال، الدقيق من الشوال على طول، وعجين مكان عجين عشان يطلع بسرعه. يعني هي دلوقتي اللي انجر او الحله اللي هي بتعمل فيها دي فيها قبل كده فيها رواسب عجين، في رواسب عجين، فلازم تحط الدقيق على رواسب العجين دي. وفي هي العجينه اللي عاملاها قبل ديت من شويه دي مقرصاه وسايباها ترتاح. هنوريكم بقى مع بعض هنا طريقه العيش من اوله كده من البدايه.